السلام عليكم اخواتي. طبعا كل سمع عن الضجه اللي هي بتاع البوت بتاعي وترفع المايكات بتاع الواتساب. ده تطويري كامل من البدايه للنهايه، تمام. مش بروح اجيب سكريبتات او مشاريع من اجانب او كغير، لا ده كان تطويري من البدايه للنهايه. الفيديو دوت شرح كامل، تمام. دلوقتي انت بتخش تكلمني على مفتاح، تمام. بخش ارد عليك بالمفتاح كذلك، تمام. يوزر البوت دوت، تمام. بخش نبعت ستارت، تمام. بتلاقيه رد عليك على طول. بيقول لك ايه، لازم تشترك في قناة التليجرام وتفعل المفتاح. هنخش على قناة التليجرام يا صديقي. هنقوم جايين حاطين ايه انضمام والتفاعل كده، ايه تقديرا منك، تمام. نرجع تاني كده، نروح فين على شاتي، تمام. هتلاقيني بعت لك المفتاح كذلك، هتلمس الجمله اللي هي بالانجليزي دي، هتلاقيها اتنسخت. هترجع تاني للبوت، تمام. هتقوم جاي ايه ضاغط تفعيل المفتاح، تمام. نقوم جايين حاطين لصق وارسال. هتلاقي البوت رد عليك كذلك. الافضليه انك تنظف ايه الشات اول باول عشان تكون ايه في نظافه، تمام. حذف. هيبقى بكذلك الامر، تقوم جاي رابط واتساب، تضغط رابط واتساب، تمام. بيقول لك ابعت الرقم كذلك، تمام. تضغط على اللي هي ديت يا صديقي، نضغط عليها كده وبعد كده نكتب الرقم كمثال. بس زي ما انا هحطه، يعني مثلا رقمك 012، قبل ال 012 تكتب كده 012 كذلك، انت فاهم؟ 010 كذلك، انت فاهمني؟ يعني انا مثلا رقمي 010 هكتب 2 010 5 5 8 1 1 5 2 8، معلش، تمام. قوم جاي ضغط كذلك، هنضغط تأكيد. انا عندي بس عشان التليجرام ايه نسخة معدلة ما بتحذفش الرسائل، فهيرد عليك بالكود كذلك. هتلمسه كده، ثواني معلش، هتلمسه كده هتلاقيه اتنسخ. نضغط على واتساب، تمام. وبعد كده نضغط تأكيد، نحط ايه الباسورد، تمام. وبعد كده نحط ايه الكود رقم، وتربط اكنك بتربط بوت كراش عادي، تمام. بس ده ما فيهوش حظر ولا فيه الكلام ده خالص، انت فاهمنا يا صديقي؟ مش هيكمل يعني 5 دقايق على بعض، تمام. هيقولك تم الربط وبتاع، مش هيكمل دقيقة ولا 5 دقايق ايه. ثواني خليك معايا، تمام كده ربط. هنقوموا مثلا كاتبين هنا مثلا تيمي 199 العظماء طبعا. نضغط ايه حفظ، هيبقى محفوظ كذلك. هنرجع تاني للبوت يا صديقي، تمام. هتلاقيه اتحدث كده، تمام. ظهر لك الواجهه دي، تمام. نجيبه دوت هنا كده بس ونقوم جايين حاسفين ده، تمام. هيبقى بالواجهه دي. اللي انت هتعمله دلوقتي إيه عشان مثلا تخش ترفع مايكات والكلام دوت، هتضغط ايه تحديد الهدف صيت. هيقوم جاي عارض لك الجروبات اللي هي على ايه على رقمك، تمام. مثلا هنخش للجروب دوت. انا لو ادمن في الجروب وضغطت تصفية الروم هيتصفى، انا مش عايز اصفيه، تمام. هنرفع ريكورد بس، تمام. هشد ميوت ارفع ريكورد واجي. بصوا هو دلوقتي بس عشان النت عندي مش حلو، تمام. هيقول لك دلوقتي تختار ايه التأثير. عايزه صوت زلزال، انت فاهم؟ الصوت العالي، تمام. تختار زلزال. عايز صوت مراهق بس بمزمار، تمام. هتضغط مراهق. احنا دلوقتي هنختار الزلزال وهنجرب المراهق كذلك الامر. هنقوم جايين مثلا ايه عاملين كده. بص في ظرف مينت، هو بس في اول ريكورد بيطول، ما بيكملش دقيقة برضه في اول مرة، لكن بعد كده بيبقى سريع، انت فاهمني؟ نصبر ثواني معدودة، تمام. رد عليك كذلك الأمر. آه قال لك هنا رزع مباشر، نضغط رزع مباشر. نهد 1 2 ما كملش، بعت الريكورد. نرجع مثلا على واتساب، تمام. هنلاقي الريكورد اتبعت يا اسطى، تمام. اطلع من هنا يا عم. هنشد كده ميوت ونعلي الصوت. زي ما انتم شايفين اخواتي، تمام كده صوت الزلزال تمام. زي ما انتوا كده ما سمعت اخواتي الصوت، بالصلاة على النبي زي عليه ما انتم الصلاة شايفين. والسلام، تمام. تعالى نرجع بقى نجرب ايه صوت المراهق، تمام. انا هرفع الريكورد دلوقتي، تمام. انا فعلت صوت المراهق لو انت لاحظت، تمام. بضغط اللي هو تعيين سلاح، تمام.
وبعد كده بضغط ايه صوت المراهق، انت فاهمني كده هو بيتفعل. تمام. وركز هنا عند الكلمة اللي هي ايه السلاح الحالي مراهق، انت فاهمني. هشد ميوت هرفع ريكورد وهجيلك. تمام كده يا اخواتي، الريكورد المفروض اللي هو حاليا ايه بيتعالج. تمام مش بيطول، هو انا خلاص اول ريكورد هيطول ثواني، بعد كده مش هيكمل. خد ثانية واحدة معالجة. هنضغط رزع مباشر، مش هيكمل منت برضو، انت فاهمني. هنيجي هنا واتساب برضو، هتلاقيه اتبعت برضو. نشد ميوت ونسمعه. زي ما انتم شايفين يا اخواتي كده صوت المراهق هو ايه صوت يعني مش اللي هو. زي ما انتم شايفين يا اخواتي كده صوت المراهق هو ايه صوت يعني مش اللي هو. زي ما انتم شايفين. تمام هنرجع برضو نجربوه ايه تاني، بس ايه نظبط الصوت بس. تمام. تمام الريكورد هيتبعت. انا سجلت ريكورد بس عشان عندي حد هنا اتكلم وبتاع، كان هيبقى بايظ. في ثواني مش هيكمل، انت فاهمني. بص عرض لك هنا واخد ثانية وواحد منت، انت فاهمني. هنضغط رزع مباشر وهنمشي للواتساب دلوقتي. تمام تيجي هنا الواتساب. تمام نبص هنلاقي الريكورد اتبعت، هنشد ميوت نسمعه. زي ما انتم شايفين كده يا اخواتي دوت كده صوت المراهق والدنيا رايقه فيه برضه للناس اللي هي ايه بيحبوا جو المزامير والصوت اللي هو بتاع المراهق، انتوا فاهمين. زي ما انتم ما شفتوا يا جدعان، الدنيا رايقة فيه وسريع والدنيا زي الفل. وبرضك بتغير الشتات هنا، مثلا انت حفلت في جروب تمام، عايز تخش جروب تاني. كذلك الامر، انت فاهم انتوا فاهميني. فالدنيا رايقه فيه تمام، ومش هتحتاج انك مثلا تروح تشتري عده جي ار 5 او هونر اكس 8 او واي 9 2019 او 110 لايت عشان يكون صوتك عالي، انت فاهمني. ف البوت يا جدعان في الروقان وفي الطرش، انتوا فاهميني. دوت كده كان شرح البوت. تمام. دلوقتي انت مثلا عايز تصفر الجلسة، في الزرار دوت اللي هو ايه انك عايز تعمل تسجيل خروج. وهنا قناة اليوتيوب. تمام. وهنا قناة الواتساب. وهنا القناة بتاعت التليجرام. تمام. هو دوت كان البوت بتاعنا يا جدعان يعني حاجة في الرايق قوي، حاجة في التراشول. مفيش لحد دلوقتي يوتيوبر نزل حاجة زي كده او كحاجة شبه كده، لان اغلب اليوتيوبرات اللي بينزلوا على النسخ والكلام دوت ده بتكون حاجات رايقة، ان هي بتتعدل من ام تي مانجر وايبك اديتور والكلام دوت، انتوا فاهمين. فالحاجات اللي بتنزل زي بوتات الكراش دي بتكون حاجات اجنبية مش تطوير بلدك، انت فاهم. لكن دوت بعون الله من الالف للياء تطوير ابن بلدك. احلى مسا عليكم اخواتي، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. وما كنتش بنزل لكم فيديوهات انا الفتره اللي فاتت، ف ان شاء الله اللي جاي احسن. وبرضو هنزل بوتات برضو، يعني حاجات تخص الواتساب بس على حسب طلب المتابعين. شوفوا انتوا عايزين ايه. تمام. وانا هنزله لكم. تمام. وهتكون حاجة يعني رايقة. شوفوا انتوا نفسكم في ايه وعلقوا واكتبوا اللي انتوا عايزينه. تمام. وان شاء الله اللي جاي احسن. يلا يا جدعان سلام.